السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض البلوبيف. البلوبيف احنا عارفين ان العلبة اللي اياها دي غالية جدا في السوق. تعالوا بقى نعمل ضعف الكمية واقول لكم اتعملت ازاي. البلوبيف كلنا بنحبه طبعا وطعمه جميل جدا، بس بره بيحطوا له الوان صناعيه ومكسبات طعم، لكن احنا هنعمله بقى طبيعي في البيت وطعمه هيبقى جبار. عندي هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، ولازم يبقى معاها دهون، يعني لازم تبقى مشبعه بالدهون، ما تبقاش لحمه حمرا صوفي. هنزل ببصله واربع حبات حبهان او هيل واربع اوراق لورا، وبقى شوية بهارات مشكلة، يعني حطيت بابريكا، حطيت 7 بهارات، حطيت بهارات لحمة، حطيت فلفل اسود، وحطيت نص كوباية مية. ما تكتريش مية، احنا كده كده هنسويها في المية وهنخليها تشربها خالص. هسيبها بقى على نار عالية الاول تغلي غلوة، بعد كده هوطي النار عليها تماما لحد لما تشرب كل المية اللي فيها. اللحمة لازم تبقى فيها نسبة دهون عالية، بكررها تاني عشان ما تجيبيش لحمة حمراء والنتيجة تطلع مش مظبوطة معاكي. بصوا بقى كده هي شربت المية بتاعتها خالص، بس انا هسيب فيها حبة مية صغيرين علشان ما تبقاش ناشفة قوي، يعني ما تنشفهاش. هي كده استوت خلاص اهي. هخرج بقى الحبهان وورق اللورة، خلاص هستغنى عنه خالص تماما. وهجيب بقى بولة احط فيها معلقة وربع جيلاتين، ودي الحاجة الوحيدة المصنعة اللي انا حطيتها في الوصفة علشان انا عايزة القوام اللي انا بجيبه من بره. و3 معالق مية سخنة، ولازم مية سخنة علشان الجيلاتين يسيح معاكي. هقلب بقى كده الجيلاتين لحد لما ادوبه خالص في 3 معالق مية، ما تكتريش يعني مية علشان تبقى متماسكة معاكي زي اللي بتشتريها من بره. وبعدين هجيب الكبة بقى وانزل بالمكونات كلها، باللحمة والبصل والتوابل اللي انا حطيتها والبهارات. وبعدين هنزل بالجيلاتين في الكبة وهضربها بقى ضربة محترمة زي ما احنا شايفين كده. بصوا طعم خرافة، طعمها تحفة. طبعا المفروض في المرحلة دي اني انا احط لها الوان، بس انا ما حبيتش احط لها اي اضافات خارجية صناعية، خليها كده بلون اللحمة الطبيعي. عايزة انت بقى تخليها لون اللي بره، هاتي لون احمر صناعي وحطي. بصوا هي دلوقتي سايبة بس عشان لسه ما اتحطتش في التلاجة، لسه الجيلاتين ما مسكش. هحطها بقى في علبة تلاجة كده، وهبيتها في التلاجة ليلة كاملة او زي ما تحبي يعني، بس هي لازم تتحط اكتر من ساعتين في التلاجة. بصوا بقى تاني يوم، بصوا القوام متماسكة جدا، طعمها تحفة. عايزة لونها يبقى احمر زي اللي بره، هقولك تاني ضيفي لها لون صناعي، بس انا ما حبيتش اضيف لها اي حاجه صناعيه، انا عايزاها طبيعيه كده خالص بلون اللحمه. على فكره الوصفه دي تقدري تعمليها ببواقي لحمه مسلوقه من العاديه بتاعتنا. بصوا طالعه بقى تحفه جدا، الريحه جباره، الطعم جميل جدا واحلى من بره كمان. بصوا بقى طالعه بقى متماسكه ازاي اهو. بصوا القطعه متماسكه بسم الله ما شاء الله، الريحه جميله جدا جباره. ولادك هيحبوها لان عموما الولاد كلهم بيحبوا البلوبيف يعني. وزي ما احنا متفقين بقى واحنا بنعمل حاجتنا، بنسبح ونستغفر ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام علشان ربنا يبارك كل حاجة بنعملها. ما تنسوش تدعوا لولادنا في الثانوية العامة، ربنا ينجحهم يا رب ويوفقهم جميعا ويحققوا كل اللي بيتمنوه. ما تنسوش كمان ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب نصر عاجل غير آجل، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى نجرب ونشوف طعمه ايه. هجيب بقى معلقة سمنة كده بلدي او حتة زبدة، وهنزل بقى بالبلوبيف. بصوا قطع متماسكة ازاي، هو بس اللون اللي انا حبيت يبقى طبيعي يعني، ما حبيتش اضيف له اي حاجة صناعية. وهنزل بالبيض. طبعا خلي بالك من الملح لان هو كده كده عليه ملح اوريدي وعليه فلفل اسود، بس برضه هتحطي حبة فلفل اسود عشان البيض. وخلي بالك من الملح ما تكتريش علشان هو كده كده مملح. اللي بيبقى كده صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بصوا جميل، ريحته حلوة قوي. مش هتندمي انك عملتيه وجربتيه، مش مكلف. الحاجة بره تمنها غالي بيضيفوا لها حاجات مش مضمونة، فانت اعملي في البيت هتبقي ضامنة جودة كويسة وريحة كويسة، وكمان مش هيكلفك كتير. والف هنا وشفا على كل اللي اكل منه، الف هنا وشفا على كل حد بياكل عندنا لقمة. جربي الوصفة هتعجبك، وسلام.